ايه رأيكم؟ كوباية شاي كوباية شاي منشا او كافي المنشا مع كوكيز بالعسل والقيمة الغذائية الكتير اللي مليانة فيه. هنقول ايه القيمة الغذائية اللي فيه؟ فيه جوزة الهند، وفي قصدي الزبيب وجوزة الهند والسمسم، تحفة وجميل جدا، مش عايزة اقول لكم. وكمان طاقة السعادة، هرمون السعادة والشوكولاتة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونعمله معاكم. طبعا ناس كتير عملت الكوكيز بالعسل الاسود بس ما زودتش الحاجات اللي تزوده قيمة غذائية. المدارس بقى داخلة واحنا عايزين نفوق اولادنا الصبح. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش تفعلوا الجرس في قناتي، ده حياتي وده شغلي، بحبكم في الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي معاكم. هنعمل كوكيز العسل الاسود، بس احنا هنضيف من عندنا اضافات. تمام، معانا كوبايه الا ربع من عسل الاسود، تمام. هننزل عليها ببيضايه، هننزل عليها بمعلقه كبيره فانيليا. دي فانيليا انا بجيبها من عند العطار مركزه، بيبيعها بيعبيها لي في الازازه دي، تمام. وهنضرب بمضرب البيض الاول، وهننزل عليها بمعلقه نسكافيه سريع الذوبان. احنا بقى هنزود القيمه الغذائيه بتاعتها. بنتي دوشتني بيها جدا، اعمليها لي اعمليها لي، كل الناس بتعملها اشمعنى انت؟ تمام. هننزل بقى بكوبايه الا ربع من السمنه. دي سمنه سايحه، اي سمنه عندك، زبده، اي حاجه استخدميها. قلبناهم بالشكل ده. هننزل عليهم بمعلقتين كبار، سوري معلش، جوزة الهند. هنحط بقى ايه في النص؟ عايزين نحط زبيب عشان نزود القيمه الغذائيه. في اطفال ما بتحبوش، انا عندي بنتي ما بتاكلوش، فهنحط منه معلقه كبيره اهي. بصوا اهي، حبه تزودي عن كده على حبه. كل الحاجات اللي احنا بنضيفها دي لو مش عندك ما تضيفيهاش، مفيش مشكله، تمام. هننزل بقى ايه؟ بكوبايتين وربع من الدقيق. هننزل بقى باول كوبايه دقيق. اول كوبايه دي هننزل عليها بمعلقه صغيره بيكنج باودر، وهننزل عليها بمعلقه سمسم كبيره. انا بحب اضيف السمسم بالذات في البسكوتات والحاجات دي عشان خاطر السمسم مليان بالكالسيوم فمفيد للاطفال. هنقلب كده. دوبنا اول كوبايه دقيق. في الخطوه دي بقى هنشيل المضرب وهنبتدي نعجن بايدينا. دي الكوبايه التانيه. كل حد يعني الدقيق حسب النوع عن التاني. يعني ممكن انا استخدم كوبايتين وربع، انت تستخدمي كوبايتين ونص، انت تستخدمي كوبايتين، حسب الدقيق بتاعك. مش هنعجن فيها كتير، مجرد ما ايه تتعجن معانا كده. احنا لسه محتاجين كمان الربع كوبايه اللي احنا قلنا عليها، الربع كوبايه. مجرد بس ما نلم العجينه. اتلمت بقى معانا بالشكل ده. هختبرها معاكم بالشكل ده اهو. بصوا اهي ما بتشققش، شايفين اهي. هنشتغل فيها بقى على طول. الصاج بتاعنا هننزل بمعلقه صغيره من الزيت، ندهن بس الصاج بتاعنا كده بالشكل ده. صلي على محمد. عليه افضل الصلاه والسلام. هناخد واحده واحده ونكورها. معانا بقى الشوكليت شيبس عشان دي كوكيز بالعسل الاسود اللي احنا ايه قلنا عليه اهي. هننزل بواحده واحده كده اهو. هنعمل واحده معاكم كمان اهي. هنكور كده بالشكل ده كده، وهنضغط ضغطه بسيطه كده بايدينا كده، ضغطه بسيطه خالص. هنجيب بقى الشوكليت شيبس نزينها بيها. انا كان ممكن ارمي في
في العجينه بتاعتنا شوكليت شيبس، لكن انا حبيت ان احط زبيب وجوز الهند والسمسم عشان ازود القيمه الغذائيه، والشوكولاته نحطها من فوق، يعني ايه موجوده برضو. تمام بالشكل ده كده. هنخلص بقى الكميه كلها بنفس الشكل بتاعنا ده كده. شايفين الطريقه سهله وبسيطه وما خدتش معانا وقت، يعني الموضوع ده مش هياخد معاكي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، وهو اصلا في السوا ما بيكملش 5 دقايق اهو. بصوا اهي ماشي. هنخلص بقى الكميه دي ونوريها لكم. عملنا بقى الصاج الاولاني، ودي الصينيه اللي باقيه من بقيه العجين بتاعتنا. سخنا الفرن مسبقا على درجه حراره 200. هندخلهم الفرن لمده 5 دقايق، ما نكترش عن كده عشان ما تتحرقش مننا. هنسوي من تحت الاول، اول ما نلاقي حوالين داير خد لون. طبعا هنا ملونه هنا عشان مش هناخد بالنا منها، لا احنا هنفضل كل شويه نبص عليها عشان ما تتحرقش مننا. هي بالظبط خدت معايا 5 دقايق. هندخلها بقى التانية دي ونوريها لكم. اول بقى ما طلع معانا من الفرن على طول اهو، شايفين الشكل عامل ازاي. بصوا تحفه، سخنه بس شويه اهي شايفين سخنه بصوا تحفه. هنرصرص بقى ايه في طبق التقديم بتاعنا. الصينيه التانية خلاص قربت تخلص، نسينا نحط عليها كوكيز، مش مشكله. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه وجميله جدا. هنقطم واحده معاكم هنوريها لكم اهي. بصوا اهي شايفين، بصوا شايفين الجمال والحلاوه. يا نهار ابيض. بصوا واحده زبيبه اهي، دي بقى تدوها للولاد الصبح وهم رايحين المدرسه، ما اقولكوش هيفوقوا ويبقى في نشاط ازاي. حاطين هرمون السعاده الشوكولاته، وحاطين السمسم الكالسيوم بتاعنا، وحاطين قهوه عشان نفوق. بصوا يعني ما اقولكوش مفيش احلى ولا اجمل من كده. الصينيه بتاعتنا التانية اهي شايفين، ظبطناه ميكس تحفه.